صينية الفراخ بالبصل حاجة كده في منتهى الجمال. هتعرفي النهاردة كل التفاصيل والتكات اللي هتطلعها معاكي مميزة جدا وبطعم مميز وبشكل مميز كمان. أول حاجة بنشتغل بالأوراق بتاعتنا، وتقدري تعملي فرخة كاملة، يعني تقدري تقطعي فرخة كاملة وتعمليها، لكن حابة ان انا اشتغل بالأوراق النهاردة فجبت 4. طبعا العدد ده بيكون على حسب الرغبة وحسب ما انتي عايزة. بشيل القطعة اللي هي بتكون في الجنب دي اللي هي زي الكبدة كده، لأن دي بتزفر الفراخ معانا، فبنستبعدها خالص وبنغسل الفراخ بتاعتنا كويس جدا. وبعد ما بنغسلها وبننشفها بنعصر عليها نص ليمونة، بنجيب كده شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود. وحاولي بقى تدعكي الفراخ دي على قد ما تقدري وتدخلي التوابل والليمون فيها كده من تحت الجلد ومن كل حتة، علشان الخطوة دي بتفرق برضو في طعم الفراخ قوي. يعني الفراخ من الحاجات اللي بنكون عايزين متبلينها على قد ما نقدر علشان اللحم بتاعها من جوه يكون طعمه حلو. تبلناها كويس هنركنها على جنب. في الوقت ده بنجيب حوالي 5 بصلات كبار كده وبتقطعيهم جوليان او شرايح. تمام، بتقطعيها بقى بالمبشرة اللي هي بتاعت الشيبسي، تقطعيها على ايديكي، المهم ان الشرايح بتاعتها تكون رفيعة. كنت عاملة ميكس ما بين البصل الأحمر والبصل الأبيض. تمام، تستخدمي ده بقى، تستخدمي ده زي ما تحبي وزي ما انت عايزة. خلاص كده خطوة البصل هنكون محضرين معانا بقى فلفل ألوان، فلفل أصفر وأحمر وأخضر، وده بيكون على حسب الرغبة، وممكن تستخدمي كله أخضر، ممكن تستخدمي واحدة خضراء على واحدة صفراء اللي يعجبك، لكن أنا كنت عاملة ميكس ما بين التلاتة. قطعتهم قطع صغيرة كده بالسكينة، وعلى طول بقى هروح بقى اجيب طاسة كده على النار، وهنحط فيها معلقة كبيرة مليانة من السمنة البلدي. اول ما السمنة دي تقدح معانا او تسخن معانا بننزل على طول بالبصل. البصل بقى هتقعدي تقلبي فيه لحد ما هياخد لون مكرمل شوية، بس يكون لون فاتح، ما تغمقهوش علشان ما يحمرش معاكي ويقلب طعمه زي بالظبط البصل بتاع الكشري. لا، احنا في الوصفة بتاعت النهاردة هنخليه لونه ذهبي فاتح كده، وفي نفس الوقت متدبل اللي هو مش ناشف معانا. خلاص، من وقت للتاني بقى كل دقيقة كده بقلبه من فوق لتحت لحد ما هياخد اللون المطلوب. اول ما هيوصل للون المكرمل الخفيف على طول هننزل بالتوابل بتاعتنا. هنا في خطوة اختيارية، في ناس بتكرمل مع السمنة معلقة من السكر علشان تدي للبصل لون حلو. تمام، حابة تعمليها اعمليها، لكن انا بصراحة بستخدمها زي ما هي كده. على طول بقى هنزل بالتوابل اللي هي بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات، رشة من القرفة، وحبيتين كده من ورق اللورا، وحباية من الحبهان. وبعد كده هنقلبهم مع بعض كويس قوي، وهنسيبهم كده يتبلوا مع بعض على النار حوالي 5 دقايق. بعد ما لون البصل يتغير معاكي كده تماما وتحسي ان هو اتكرمل خلاص وداخل في السوا، بعد كده بنبدأ ان احنا نضيف الملح بتاعنا. وحاولي تظبطي الملح علشان الوصفة تكون ملحها مظبوط في الاخر. انا حطيت معلقة من الملح وقلبت، وبعد كده حطيت نص معلقة كمان من الملح، قلبتهم مع بعض كويس قوي، ونزلت بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، ودي اختياري تقدري تحطيها او تشيليها، بس بتدي طعم حلو قوي وبتدي لون حلو كمان للفراخ. بس توصي كده وحطي معلقة كبيرة مليانة من بتاعة الأكل، أو ممكن تحطي معلقتين كمان، بيكون على حسب الرغبة. قلبناهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده نزلنا بقى بالخضار اللي احنا كنا مقطعينه اللي هو عبارة عن الفلفل الألوان. وزي ما قلنا تقدري تستغني عن حاجة فيهم وتقدري تحطيهم التلاتة مع بعض عادي خالص. والكمية اللي أنا كنت حطاها دي حبيتين من الفلفل الأخضر وعليهم نص من الأحمر ونص من الأصفر، ودي بتكون اختياري في الوصفة. لكن الفلفل مع البصل مع الفراخ بيدي طعم مختلف وطعم مميز جدا. هنسيبهم بقى على نار هادية كده لحد ما يستووا مع بعض حوالي 5 دقايق. عايزة تغطيهم غطيهم، عايزة تسيبي الطاسة كده زي ما هي حوالي بس 5 دقايق مش اكتر من كده. هنا كان خلاص الفلفل والبصل وكله استوى مع بعضه، وهطفي عليهم النار وعلى طول هروح على الفراخ. هنسيبهم بس ان هما يهدوا 3-4 دقايق كده، وبعدين هنحطهم على الفراخ. عايزاكي بقى تمسكي لي التتبيله دي وتغلغلي بيها الفراخ كده، عايزاكي تدخليها في كل حته، تحت الجلد ومن تحت ومن فوق، يعني ادعكيها كويس قوي لحد ما تحسي ان خلاص الفراخ بقى كلها عباره عن الخلطه اللي هي بالبصل والفلفل.
وبأكد عليكي في موضوع الملح علشان يطلع معاكي مظبوط في الآخر، أهم حاجة الملح هو اللي بيظبط الطبخة كلها. طبعا الخلطة هنا كانت سخنة معايا فعلشان كده بعملها بالمعلقة، لكن وزعتها كويس قوي، واللي اتبقى من الخلطة حطيته تحت الفراخ كده أو فرشته تحت الفراخ. طبعا الصينية دي بتاخد تسويتها في الفرن، حابة ان انت تسويها على النار او على عين البوتاجاز كده على نار هادية، وبعد كده تاخد وش بس في الفرن يبقى تمام وزي الفل، لو مش حابة ان انت تولعي الفرن من الاول. لكن انا دخلتها الفرن على طول. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب حوالي نص كوباية كده من المية، والمية تكون مغلية، وبنزودهم في الصينية من تحت علشان خاطر الفراخ تاخد التسوية بتاعتها المظبوطة. وكمان انا بحب الصوص بتاعها ده يكون فيه شوية من المية كده، ما بيكونش ناشف قوي. لكن لو عايزة الخلطة بتاعتك تكون ناشفة قوي زودي ربع كوباية بس من المية، مش اكتر من كده، مجرد ان الفراخ تستوي فيها وتطلع تتحمر وشكرا على كده. خلاص جبت بقى ورقة من الزبدة وعليها ورقة من الفويل وغطيت الصينية دي كويس، ودخلتها في تاني رف من تحت على الشبكة. بكون مولعة الفرن بتاعي على أعلى درجة خالص، وأول ما الفراخ بتستوي معايا طبعا بطلعها بعد حوالي نص ساعة كده أختبرها، ولو لقيتها استوت بكمل بقية الخطوات. وده بيكون على حسب نوعية الفرن بتاعك أو على حسب إن هو حامي ولا لأ. تمام. فالمهم إن في الأول وفي الآخر بتاخدي التسوية المظبوطة بتاعة الفراخ وتكون دايبة معاكي في الآخر. طلعتها واختبرتها بالسكينة كده كانت خلاص استوت معايا من كل ناحية، وفيها برضو شوية كده من المية تحت. كل ده هنشفه بس مش هنشفه للآخر. جبت بقى معلقة من دبس الرمان وحطيت عليها معلقة صغيرة من الزيت ودهنت وش الفراخ. هتديها طعم حلو وهتديها شكل حلو كمان. ممكن معلقة من الكاتشب وتستغني عن الدبس الرمان لو حابة. لو هتستخدمي صويا صوص يبقى لازم تستخدمي معاه كاتشب، علشان الصويا صوص من الحاجات اللي بتبقى حادقة شوية، فلازم نديها او نكسر الملح بتاعها شوية. دخلتها تحت الشواية وفي نفس الوقت كنت مشغلة برضو من تحت علشان المية تنشف شوية، وكانت معانا بالجمال والحلاوة دي. حاجة كده في منتهى الجمال، سهلة وسريعة هتقدري تعمليها، وكمان من صواني رمضان اللي تقدري ان انت تقدميها لعيلتك بكل سهولة وبطعم مميز جدا. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله لله يجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو اول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. ما شاء الله زي ما احنا شايفين الفراخ مستوية ودايبة خالص، والبصل برضو متكرمل وواخد طعم حلو وواخد لون حلو، والصينية كلها كده على بعضها ما شاء الله قمر 3 4 حاجة كده في منتهى الجمال. لو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا هرد عليكي على طول، ويلا بينا نشوف قد الفراخ مستوية ودايبة معانا. وبكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.